أو الخطوات التي قمنا بها في بغداد وفي أربيل للصدع بين القوميتين الكردية والعربية في العراق الموحد، هذه ليست خطوة إيجابية فقط، وإنما هي نستطيع أن نقول هي خطوة إبداعية أيضا. فإبداعية من ناحية أن جاءت من الشعب وللشعب أيضا، ليست كانت لها أجندات وبرامج سياسية حزبية ضيقة كما نراها في اجتماعات الساسة في كردستان وفي بغداد أيضا. فكل الأحزاب السياسية في الإقليم ومع العراق يجتمعون ويتفقون أيضا، ولكن اجتماعهم واتفاقهم على ماذا؟ على مصالح حزبية شخصية جهوية ضيقة على حقوق الشعب. يعني اجتماعهم على ظلم الشعب واجتماعهم ليس للشعب. فإذا هذه نستطيع أن نقول هذه خطوة إبداعية، ونرجو أن نستمر على هذه الخطوات ونجعلها مأسسة للحوار كما أسلفنا في المؤتمر الماضي في أربيل. فيجب أن نجعل هذا الحوار مؤسسة وطريقة في العمل المنظم الجاد، وتجاوز ليس فقط رؤى إنسانية قومية، وإنما تجاوزها إلى رؤى سياسية لإصلاح هذا البلد. فإذا نحن كما قال أحد الإخوة إذا لم ندخل إلى الحراك السياسي ولم تكن بأيدينا سلطة، فقط نستطيع أن نتكلم، نتحدث، نتحاور، نصيح، ولكن لا نستطيع أن نغير شيئا. إذا أراد الخيرون والصالحون أن يغيروا شيئا من هذا الواقع الفاسد فلا بد أن يتحدوا وأن يدخلوا إلى الحراك السياسي المباشر. من خلال هذا الحراك السياسي المباشر يستطيع أن يغيروا ويصلحوا أيضا. وشكرا جزيلا.